هل شعرت يوماً بإحساس ينذرك بالخطر؟ إحساس لا يمكنك تفسيره، ولكنه يجعلك تتحرك، تهرب، أو تتخذ قراراً فورياً دون أن تفهم السبب. تخيل مشهداً: أنت تمشي في شارع هادئ في وقت متأخر من الليل، لا أصوات، لا أشخاص، ولكنك تشعر بشيء غريب ينبهك. قلبك يخفق بقوة وحاسة خفية تحذرك: ابتعد. هل هذه قوة حقيقية في عقلنا، أم أنها مجرد أوهام نستمدها من خوفنا؟ العقل محرك الإشارات الخفية. العلماء يؤكدون أن دماغ الإنسان هو أكثر قدرة مما نصدق. إحدى الدراسات أثبتت أن دماغك يستطيع تفسير تغيرات خفية في البيئة، كالتغيرات في الطاقة الكهرومغناطيسية، حتى دون أن تكون مدركاً لذلك. تخيل أن طياراً حربياً، وبينما يحلق بطائرته في السماء، شعر بإحساس غريب يحذره. قرر تغيير مساره، وفي لحظات انفجر صاروخ في مكانه السابق. هل هو حظ؟ أم أن عقله قرأ إشارات خفية قبل أن يشعر بها؟ الحاسة السادسة بين الحقيقة والأسطورة. لقرون كانت الحاسة السادسة موضوعاً للنقاش بين العلماء والمفكرين، في حين يرى فيه البعض أنها ضرب من الخيال. يؤكد آخرون أن للإنسان قدرة فطرية على استشعار الخطر. هذه القدرة تعتمد على تغيرات طاقية حولنا. مثلاً، إذا دخلت غرفة وشعرت بطاقة غريبة تحيط بك، فقد يكون دماغك قد استقبل إشارات خفية لم تدركها. هل نستطيع تطوير هذه الحاسة؟ سؤال يطرح: هل يمكننا تدريب أنفسنا على استخدام الحاسة السادسة؟ بعض المدربين يؤكدون أن التأمل والثقة بالإحساس الداخلي والانتباه للتفاصيل كلها عوامل يمكنها تقوية هذه القدرة. في الفنون القتالية يتدرب المقاتلون على استشعار حركة خصمهم دون رؤيته. ولكن هل يمكن أن نصبح أكثر توصلاً لهذه الطاقة؟ أم أنها قوة فطرية لا تقبل التدريب؟ عالم جديد. ماذا لو أصبحت الحاسة السادسة حقيقة؟ تخيل عالماً تعتمد فيه على حاستك السادسة في كل قرار. كيف ستكون حياتنا؟ هل سنشعر بمزيد من الأمان، أم أن هذه القوة ستثير المزيد من المخاوف؟ الحاسة السادسة ليست خيالاً، ولكنها باب لعالم نحن في طريقنا لاكتشافه. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، والاشتراك في القناة، وتفعيل جرس التنبيه ليصلك كل جديد. شاركنا قصتك. هل شعرت يوماً بالحاسة السادسة؟